بقول لك يا صاحبي، ما تيجي نتكلم بدون زعل. ايه الخناقه اللي على النت دي؟ عشان عربيه من العربيات ده؟ احنا ولا ده قريبنا ولا يخصنا في حاجه، ولا ده يخصنا في حاجه. احنا اللي يخصنا بلدنا والشغل بتاع بلدنا. طب انا هقول لك حاجه، يعني بس نبقى صراحه كده. هل في حد يقدر يطلع قرار نلغي ونقفل محلات الفول والطعميه؟ طبعا لا. هل في حد يقدر يطلع قرار او يقول عاجل الان غلق محلات الفول والطعميه ومحلات الكشري؟ طبعا لا. ده الوجبه الرئيسيه لينا كل يوم الصبح في الفندق. عشان بس يبقى ايه، مش هتقول ايه دي اكله الناس الغلابه، لا دي اكله شعبيه. يعني من الاساسيات ومن الحاجات المسلم بيها لينا في مصر، في الفندق، في الغيط، في الشغل، في الشارع، في اي حته. ده احنا بين عربيه فول وعربيه فول، عربيه فول، بين مطعم ومطعم، مطعم فول، بين محل كشري ومحل كشري، محل كشري. يعني انتوا جايين في الحاجه الاساسيه. انا ليه بقول لك كده؟ لان العربيه الدبابه دي، شوفوا الدبابه دي في كل شارع، في كل، يعني يعتبر في كل بيت، كل واحد دي عربيه لقمه عيش. احنا ليه عمالين نتخانق؟ احنا بنتمنى يبقى 3 4 موديلات عربيات تنزل وتشتغل. كل ده ما هو في صالح الاقتصاد بتاعنا. هل يقدر حد يعمل كده؟ يقدر يقول لك اغلاق محلات الفول والطعميه؟ العربيه الدبابه دي زي الفول والطعميه بالظبط، من الاساسات. 40 سنه، يعني 40 سنه العربيه بتشتغل وفي تطوير، بتتطور. طب عشان حد يخش مكانها يعني، او حد يخش بديل، لا نخش منافس. لكن مفيش حد بيلغي حد بالمناسبه يعني. عشان كده وانت رايح تحجز العربيه لهامكو، انا هقول لك في حاجات تحطها في دماغك، عشان ممكن تبقى انت دي اللي انت ممكن تفاجئ بيها وانت بتستلم. انا ولا ليا هنا ولا ليا هنا. صباحكم زي الفل. انا كنت معاكم عزت المصري. تعالوا شوف انا هقول ايه في يعني اللي انت تخلي بالك من الحاجات اللي انا اقول لك عليها وانت رايح تستلم العربيه او رايح تحجز العربيه. في حاجات كتيره انت لازم تبقى انت واخد بالك منها. صباحكم زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. النهاردة الاثنين، النهاردة 5 يونيو 2023. اتعمل الفيديو اللي أنا عملته، الفيديو المرة اللي فاتت ده، لما أنا قلت الراجل اللي هو أخونا اللي في محافظة الدقهلية اللي راح حجز العربية ودفع 400,000 وعليه 105 يدفعهم بعد 10 أيام. الناس كلها مسكت فيا، انا عايز احجز، انا عايز. طب مواصفات العربيه، مش مواصفات العربيه. مبدئيا ما فيش حد يعرف حاجه عن العربيه، يعني مش ما يعرفش حاجه. العربيه، في عربيه نازله، لكن التفاصيل ما فيش. كل اللي انتوا بتشوفوه ده على النت ده ان شاء الله تابعوني هتلاقوا تفاصيل. انا بصور عربيه. طب انا صورت عربيه خلاص، سيبك منها، ما خلاص ماشي. التفاصيل بقى، الموتور، هتيجي تقول موتور ياباني مش عارف، هتيجي تقول الشاسيه ماله معرفش، هتيجي تقول اي حاجه، اي تفاصيل في العربيه، هي حقن ولا مش حقن، مفيش حد يعرف. لان المفروض كانت شركه طلعت، كان حد من الشركه ما يسيبش الناس يعني ايه تخبط في بعضيها كده وتبتدي كل واحد يخمن او كل واحد يسال التاني ونبتدي ندخل ناس تخش وكل واحد يتفزلك، كل واحد يقول حاجه. مفيش معلومه يا جماعه، والله العظيم ما في معلومه. انا ده وانتوا عارفين ان انا تملي حتى فيديوهات على اليوتيوب وفيديوهاتي على صفحه المحل عندي مفيش. وبعدين دي مش احنا ايه، احنا مش بنحارب بعضينا. مفيش واحد متضايق من شركه يفضل يقول لك ايه اصل هيهد. ويا باشا ولا في حد بيوقف ولا في حد بيقعد ولا في حد بيهد ولا في حد بيعمل حاجه. احنا كلنا عمالين ايه ننافس. طب ما انت هتيجي تقول العربيه غاليه ماشي، ما اعرفش هي العربيه غاليه ليه. غاليه 620، تطلع بره بتتباع عند التجار بتتباع ب 800 و 830. مشكله ده موضوع. لكن هو كاسعار اصلها غليت. طب ما هو كل حاجه غليت فندم. ما انا في مشكله ده. يعني احنا عندنا في محل قطع الغيار، يعني انا المحل قطع الغيار عندي، انا المستورد بيغلي الحاجه وهي في المخزن. الله، ما هو بيغليها مره واثنين وثلاثه وفي المخزن. تتخيل؟ يعني العربيه اساسا القطع الغيار عماله تغلي وهي موجوده على الارض في مكانها، يعني مش اللي جايه من بره. يعني انا هقول لك ايه تاني؟ يعني ما انتوا عارفين ان انا شغال في قطع الغيار، لكن بيغلي وهو موجود. اشمعنى دي مش هتغلى وكل حاجه عماله تغلى وهي موجوده على ارضها؟ هنعمل ايه؟ يعني ده وضع، ده سوق مفتوح فكله بيغلي، او الدنيا بتبقى هي ماشيه كده بحكم الايه الوضع اللي احنا فيه. الدولار علي، البضاعه بتعلى، خلاص. طب هنعمل ايه؟
ودي خامات، ودي شغل جاي من بره، كل الكلام ده كله. فاحنا مش عايزين ان احنا عمالين نهد في بعض، وعمالين اصل هيقعد، اصل 40 سنه خبره، 30 سنه في قلب السوق مبدور، يعني عربيات هنا وهنا 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 في كل حته. انزلوا الاسواق، انزلوا اي حته، هتلاقوا كل اللي موجود العربيه الدبابه. فاحنا ايه اللي يخلينا ان احنا عمالين نتخانق على ده؟ احنا بنتمنى عربيه، طب ما في عربيات نزلت كتير. ما انتوا عارفين ان في نص نقل نزل وموجود. في ناس يعني ايه ما تشوفهمش في السوق، وفي ناس خدت عربيات ولبست في قطع الغيار. فعشان كده انت رايح بقى تستلم، خلاص بقى خلينا في الموضوع. وقال في البنك، واللي اتقال ان البنك ملوش دعوه بالشركه اللي هي منزله العربيه، هو البنك بياخد فلوس بس. خلاص كده. نمره واحد، انا رحت استلم العربيه، هل السعر اللي انا دفعته ده، يعني هو في موديلين للدبابه، مش يعني مش هنتكلم في الجامبو، يعني في موديلين للدبابه العربيه الدبابه. ايه الموديل الاولاني ب 460 والثاني ب 505. هل هو السعر ده هيبقى ثابت وانت رايح تستلم؟ ممكن يجي يقول لك احنا السعر زودناه. ده واحد. الحاجه الثانيه، هصين فين؟ الحاجه الثالثه، لو عندي مشكله، يعني لو انا عندي مشكله في الموتور، مشكله في اي حاجه، ارجع لمين؟ عيب صناعه، انا هكلم مين او اروح فين؟ سيبنا بقى من موضوع ان انت لما هتيجي تبيع العربيه دي انت هتلبس في الحيط لان هي مالهاش سوق ومش مالهاش سوق. ما كل العربيات ما هي شغاله، انا من عربيه اكل منها لقمه عيش وتخدم عليا، وفي نفس الوقت كمان يبقى انا كل اللي محتاجه منها ان هي الاقي قطع غير، كل اللي محتاجه من الشركه الاقي قطع غير والاقي حد اكلمه. طب العربيه دي هترخص؟ هل ممكن تترخص سنه وبعد كده يحصل فيه مشكله ويقول لك ما ترخصش؟ ما هي دي الاسئله اللي انت لازم تسالها وانت رايح تحجز، لان الناس عايزه تحجز بس. طب انا ما هو في تفاصيل تانية، ماشي، مش كده؟ مش في تفاصيل تانية؟ وبعدين كمان انت يا شركه، يعني الصح والله يعني كان المفروض التفاصيل دي اتقالت، ده السعر ده موجود، بس لما تيجي تستلم ممكن يزيد او ما يزيدش او كل الكلام ده كله، والموتور كذا واللي عامل كذا. ما تسيبش الناس كده تتكلم. ده انا دخلت على النت بقى امبارح بالمناسبه، قاعد انا بقى، فدخلت كده على النت ما لقيتش حد بيتكلم في العربيه دي ان العربيه دي هي سعر كذا وكذا وهيفتحوا يوم 15/6. بس بعد ايه بقى؟ بص بقى اللي يغيظك، انا بقى انا الحاجات دي بقى بتضايقني. اللي يغيظك بقى الاشتغالات بقى، حد يخش اذا كان بيعرض انه يبيع عربيه، يبيع عربيه 90% من الفيديو، وتتخيل 10%. ان شاء الله العربيه دي في منها موديلين 460 و505، وان شاء الله البنك، ويقال ان هي موتور ياباني، وان شاء الله يمكن اللي لما هيفتحها 15/6. كلمتين ورد غطاهم، مش محتاجين الهري. انت بتعلن عن حاجه. بالمناسبه انا عمري ما اعلنت عن قطع غياري، يعني غير لما بعرض شيء اقول ان ده اصلي او مش اصلي، او يعني اي موقف من المواقف مع الميكانيكيه. هو ده اللي انا بعمله بالنسبه للفيديوهات واعملها. لكن انا ما بشتغلش ايه افضل يعني ممكن اتكلم كتير. في ناس كتيره تقول لي انت بتتكلم كتير. انا بتكلم كتير عشان هو بيبقى في المصلحه، انا مش بتكلم كتير اي هرتله. ما احنا انت عايز تخلص، يجي واحد تروح باعت له الفيديو يقول لك طب هي انا عايز اروح احجز. انا ما اعرفش، انا بالنسبه لي انا ما اعرفش تحجز فين. هو عرفت ان هو البنك، كل بنك الائتمان والتنميه الزراعي في المكان اللي انت فيه، او في يعني تبع المحافظه اللي حضرتك فيها، والعربيه والبنك ملوش دعوه. انا لو عندي مشكله احاسب مين؟ ارجع لمين؟ اكلمه. مين طلع يا جماعه من الشركه وقال في واحد، وانا قلت قبل كده الفيديو ده، حد كان طلع وقال ما سابش الناس كده، ما سابش، عشان ما تبقاش مفيش واحد يقول لك فنكوش وده بيحب العربيه الدبابه. لا دي العربيه دي مش لا، ما احنا مش انا مش عايز اتخانق، انا ما بتخانقش. واللي داخل يرد عليك بخناقه. هو انا يا باشا اتخانق وانا قريبي منصور؟ واحد بس انت شريكه، اصل يعني واحد بيتريق، يعني انا شريكه ده، يا ريت يا سيدي يا ريت، ده انا يا راجل، ده انا شغال بملمين كده زي هم ما بيقولوا يعني، والحمد لله ومستوره، وانا مش عايز حاجه من حد. بس يعني هو الموضوع كله ان انت لازم تبقى انت رايح تستلم العربيه، لازم تبقى في حاجات انت لازم تسالها. انا ما اعرفش، عشان برضو اللي هيخش يسالني انا مش عارف، انا ما عنديش اي تفصيل، ما عنديش اي حاجه غير اللي قلته. انا لما اتكلمتش غير لما الراجل بعت لي ورقه الحجز ودفع 400 وفاضل 105، قالوا له ادفعها بعد 10 ايام. هيبتدوا هم يفتحوا باب الحجز يوم 15
6. بعد 15/6 نبتدي نتكلم. وبعدين في نقطه ثانيه، مفيش عربيه بتقيم وهي في الهواء، لا انا بقيم عربيه تنزل على الارض وتشتغل وكده، نبتدي بقى نشوف بقى اوضاعها ايه وكده. ويا ترى اللي هيستلم او اللي حجز لبس في الحيط ان هي ممكن تبقى العربيه في مشكله، في حاجه، في مشكله مش عارف ايه، شاسي خفيف، ما اعرفش ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه، هيبتدي ان هو استنوا لما تنزل العربيه وتبتدي الناس تجربها وبعد كده نقيمها. مش كده ولا ايه؟ هو ده الموضوع. عشان كده الموضوع سهل وبسيط جدا. بعد 15/6 الناس كلها تشوف، هتشوف ايه اللي هيحصل في العربيه دي. بلاش خناق، مش محتاجه، مش مستحمله خناق، ومش مستحمله تعليقات ملهاش لازمه، ومش مستحمله عمالين نرد على بعض، تتفرجوا نرد على بعض، النت مولع بسبب العربيه دي. انا طبعا وضع طبيعي جدا، الناس تهاجمني خلاص، يعني اذا كان الهجم بيبقى ليه هدف معين او اي حاجه، لكن انا والله ما في حد يعرف معلومه، ولو كان حد عارف معلومه كان طلع على وكان فضح الدنيا. اصور، ما انا ممكن اروح اصور لكم عربيه واروح ماشي في الشارع واروح مصور عربيه وكده، وعادي جدا يعني. تفاصيل بقى زي ما احنا كده ما بنعمل كده لما بنيجي نتكلم في نصائح وارشادات، ونروح للميكانيكيه واصور مع الميكانيكي واصور مع العفشاجي وبتاع السوست وبتاع العفشه، وبصور قطع غيار وبصور ده وبصور ده. مين بقى بيعمل ويقول التفاصيل دي؟ اجيب قطع غيار منين؟ متوفره مش متوفره؟ الصيانه والضمان، لو انا عندي مشكله في اي قطعه غيار اعمل ايه؟ اروح لمين؟ كل دي تفاصيل لازم تعرفها. صباحكم زي الفل، مش عايز خناق ومش عايزين اي مشاكل، احنا مش مستحملين، البلد مش مستحمله. مصر تستاهل مننا كل خير، مصر تستاهل مننا كل حب، وولاد بلدنا وحبايبنا. بس احنا عايزين عربيات، بس احنا في نفس الوقت برضو بنقول يا شغل، عايزين نفسنا يا رب كده ربنا يرزقنا ونشتغل كلنا، نشتغل كلنا. صباحكم زي الفل، لكم التحيه ولمصر الحب كله. انا كنت معاكم عزت المصري، صباحكم زي الفل.